أهلا بكم. عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة الراهنة، أسسها عن طريق الإخوان النجديين السفاكين للدماء، ويعني المشاغبين له. فللتخلص منهم أنشأ عبد العزيز آل سعود الإخوان المسلمين في مصر، ثم بدأ يحجم الإخوان النجديين في داخل نجد. ثاروا عليه ثم تخلص منهم في موقعة السبلة سنة 1928-1929، وأتيح له أن يحكم مستبدا، ثم أعطى الدولة الجديدة اسم السعودية سنة 1932. مات 1953 عبد العزيز آل سعود على ما أتذكر، وتولى ابنه الملك سعود، وكان معاصرا لعبد الناصر. عبد الناصر تخلص من الإخوان، فهاجر معظم الإخوان وجاءوا إلى الجزيرة العربية، وكانت هذه مخالفة لسياسة عبد العزيز المؤسس للدولة السعودية، لأن عبد العزيز كان يمنع وجود الإخوان المسلمين داخل دولته، يريد أن يعملوا خارج الدولة وأن ينشروا الفكر الوهابي وأن يقيموا دولا تتبعه بدون أن يعني يكلف نفسه عبء أن يكونوا داخل الدولة السعودية ذاتها. لكن الظروف تغيرت، واضطرت السعودية إلى أن تفتح أبوابها للإخوان المسلمين المهاجرين إليها من عسف عبد الناصر. عبد الناصر كان متوافقا مع قيمة مصر، كان زعيما، يعني عيبه الاستبداد كما نعرف، لكنه وقف ضد أمريكا وضد الغرب، ووقف قائدا لحركة التحرر العالمي وزعيما من زعماء الاتحاد الحياد الإيجابي ودول عدم الانحياز، وأسهم في تحرر كثير من الدول الأفريقية والدول العربية إلى آخره. كان ممثلا للدور المصري كما ينبغي. أهم من ذلك أنه في مقابل الأيديولوجية الوهابية الدينية المذهبية هو أقام أيديولوجية القومية العربية. بتأثير مصر وبتأثير شخصية عبد الناصر بدأ اهتزاز الدولة السعودية في عهد سعود برغم تحالفها مع أمريكا ومع الغرب، والاهتزاز وصل إلى أن الأسرة السعودية في داخلها ذاتها وجد فيها تنظيم الأمراء الأحرار بزعامة طلال ابن عبد العزيز، وتخلى عن لقبه الملكي وترك السعودية، وكان هناك آخرون معه من داخل أولاد عبد العزيز نفسه. أحست السعودية بخطر شديد، لأن وجود عبد الناصر ومصر قائدة معناها أن السعودية لا يمكن أن تستمر. السعودية لكي تستمر لابد أن تكون مصر خاضعة لها ذيلا لها. فمصر قوية، ده معنى ذلك أن لابد أن تنكمش وأن تموت وأن تندثر الدولة السعودية. من أجل هذا من السهل أن تقضي على بلد إذا كان البلد يحكم مستبد، تقتل المستبد، تتخلص منه، تستطيع أن تأتي بمستبد آخر يكون طوعا لك. وهذا ما حدث. الذي حدث أنهم جروا عبد الناصر في حرب لا محل لها من الأعراب، هي حرب اليمن. وقبل أن يفيق من حرب اليمن جروه في معركة 1967 التي قضت عليه معنويا، دفنته معنويا. ثم بعد هذا عقد الصلح بينه وبين فيصل في مؤتمر الخرطوم، مؤتمر اللاءات الثلاث، وعربون لهذا الصلح وفق على أن يتولى السادات منصب نائب رئيس الجمهورية. فوضع السعوديون خادما لهم اللي هو السادات في داخل قصر الرئاسة. بقى بعد هذا أن يتخلص من عبد الناصر، فبدون مناسبة قامت حرب بين الملك حسين والمقاومة الفلسطينية ياسر عرفات، وعقد مؤتمر القمة. في الهيصة دي كلها وضع على عبد الناصر السم، ومات عبد الناصر، وبدأت السعودية تستعيد دورها من خلال عميلها أنور السادات. أنور السادات تحالف مع السعودية
تحالف مع أمريكا، أعطاها 99% من أوراق اللعبة، تحالف مع الإخوان، أتاح الفرصة للإخوان وللسلفية لكي تنتشر، فانتشرت. ثم بعد هذا وجد الأمر قد خرج عن طوعه، حاول أن يتدارك الأمر، قدم تنازلات غير مرغوبة لإسرائيل، أصبحت الحاجة ملحة بعد أن استنفدت أمريكا أغراضها من السادات، أصبحت الحاجة ملحة للتخلص من السادات. ابتدى السادات يتحدث كلاما سيئا عن الأسرة السعودية، انضمت الأسرة السعودية حثت أمريكا على التخلص من السادات، وظهر خائن إلى جانب السادات هو نائبه حسني مبارك الذي تحالف مع الوضع الجديد ومعه أبو غزالة، وبهذا تم التخلص من الأستاذ محمد أنور السادات على ملأ من العالم. وتولى حسني مبارك من 1981 إلى أن عزل في 25 بثورة 25 يناير 2011. في خلال 30 عاما كان الأستاذ حسني مبارك خادما طائعا لإسرائيل ولأمريكا وللسعودية، وكان خائنا وفاجرا في معاملته مع المصريين. لكن في عصره حدثت تطورات خطيرة نعود إليها بعد الفاصل.